وهذه صور من العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، منطقة المشجعين. كذلك آلاف الجماهير المصرية ستكون متواجدة في منطقة منطقة المشجعين لدعم المنتخب ولمتابعة هذه المباراة ما بين مصر وبلجيكا. وهناك كمان نتابع حافلة منتخب مصر وصلت إلى ملعب سياتل، وكذلك لاعبي المنتخب نتابعهم في هذه اللحظات. نتحدث كابتن عن نتائج المنتخب المصري وديا بالفترة الأخيرة، فوز على روسيا كما سبق ذكرنا، هدف نظيف، تعادل سلبي مع منتخب إسبانيا، وخسارة بهدفين مقابل هدف أمام البرازيل. ماذا تخبرنا هذه المباريات الودية عن المنتخب وعن جاهزية المنتخب؟ ادتنا نوع من التفاؤل كبير جدا، وخصوصا قبلها كمان المنتخب المصري قدر ان هو يفوز على المنتخب السعودي برباعيه في جده، وتسبب في تغيير الجهاز الفني وقياده ايرفي نار. المنتخب السعودي كان له تفوق على المنتخب المصري سواء في كاس عالم القارات ايام كابتن جوهري في 5-1 رد فهد العتيبي، ولكن كان في طول 3 لعيبه المنتخب المصري. المنتخب السعودي ايضا فاز على منتخب مصر قدام الروسي 2-1 هدف سامي الدوسري في الثواني الاخيره. فمعنى ان منتخب مصر يفوز حتى وان كانت مباراه وديه على المنتخب السعودي الشقيق او القوي برباعيه، فده تعتبر نتيجه كبيره ومميزه. ثم ذهب الى اسبانيا وتعادل مع منتخب زاروخا، احد المنتخبات المصنفه او مرشحه للظفر باللقب، نتيجه طبعا لا باس بها على الاطلاق. ثم الفوز على منتخب روسيا بنتيجه 1-0، واخيرا هزيمه امام البرازيل بنتيجه 2-1 بعد عرض عايز اقول ان هو عرض مميز نوعا ما دفاعي. فده كل ده يدي نبره من التفاؤل ونبره من الامل ان منتخبنا القومي يقدر يعمل حاجه في هذه البطوله. مباراه صعبه بدون ادنى شك، الامل في تحقيق اول فوز، لان قد يكون الفوز في مباراه هو مفتاح الصعود الى الدور الثاني. وحمزه عبد المنعم اللي بنتكلم عنه من ثواني، نتمنى له ان شاء الله التوفيق لو كان له نصيب من المشاركه في جزء من المباراه، لان تاريخ مصر في نهائي كاس العالم 7 مباريات، لا اكثر ولا اقل. مباراه في كاس العالم في ايطاليا 34، 3 مباريات في ايطاليا 90، وثلاث مباريات زيها في روسيا 2018. 7 مباريات الحاصله تعادلان و5 هزائم، فلم يتم تحقيق اي انتصار. منتخب مصر سجل في تاريخه 5 اهداف فقط لا غير في المونديال، هدفان للراحل عبد الرحمن فوزي رحمه الله عليه في مونديال ايطاليا 34 امام المجر، هدف لكابتن مجدي عبد الغني